طيب كان في واحد بقى كان بيسألني سؤال بيقول لي يا مستر انا دلوقتي خلاص بختم في تانية ثانوي، ولو انت بتسمعني وانت خلصت تانية ثانوي ونجحت فمبروك ليك، انا دلوقتي داخل على تالتة ثانوي، ابدأ من امتى؟ ابدأ من دلوقتي ولا ابدأ كمان شهرين؟ يا مستر انا هو داخل على امتحانات تانية ثانوي، واحد بيسمعنا بدري بقى، بس الفكرة ان انا مش مركز مع امتحانات تانية ثانوي، انا مركز في تالتة ثانوي. يا ابني هتسقط، ركز في امتحانات تانية ثانوي، مالك انت دلوقتي في تالتة ثانوي؟ من النهاية يا شباب انت حاول دلوقتي تبص على اللي في ايدك. لو انت داخل امتحانات تانية ثانوي ركز في تانية ثانوي. لو انت راجل خلصت تانية ثانوي، شوف بقى مثلا انت هتخلص يا سيدي وليكن في نص ستة، هتخلص في نص ستة او في اواخر خمسة او في بداية ستة هتكون خلصت. ما تبدأش انت لسه، الناس يعني هتخلص وليكن مش فاكر والله في اخر سبعة او في بداية تمانية، هم هيكون كله كده شطب. انت اللي عليك، الناس هتبدأ مثلا في اخر تمانية، هتبدا في هتبدا في اخر 8، هتبدا في اواخر 7. من الاخر عشان اقول لك بس الموضوع، انت لما تيجي تخش اي درس في ثالثه ثانوي هتلاقي المدرسين اصلا بيبداوا بدري عشان بس يجيبوا عدد، وهتلاقي ان هو بيشرح حاجه يعني بعد ما تاخد شهرين ثلاثه هتلاقي ان هي ممكن تشرح وليكن في حصتين، بس الراجل علشان ايه؟ معاه وقت كبير. فهل معنى كلامك ان انا ما ابداش زي الناس؟ لا، تبدا زي الناس. لو المدرس قال لك هنبدا في اخر 7 تبدا معاه في اخر 7، قال لك هنبدا في بدايه 8 يبدا معاه في بدايه 8، قال لك في اخر 8 يبدا معاك في اخر 8. بس المدرس الذكي وهو نفسه بيبقى عارف نفسه ان هو صح، هو اللي بيبدا في التوقيت المعروف اللي هو في نص 8 وليكن. فانت وليكن عندك فتره كبيره علشان توصل او تبدا اول درس. اولا انت لما بتيجي تحجز، احجز عند المدرسين ان انت سامع عنهم. فلان الفلان بيقول عليه كويس، احجز عنده. فلان الفلان برضه في الفيزياء بيقول عليه كويس، برضه احجز عنده. ما تحجزليش عند 10 تنفار، احجز 2 3 عندك في البلد، انزل له في البلد. طيب مستر قبل الحجز ما ذاكرش؟ يا عم اهدى، انت دلوقتي تذاكر ايه؟ يعني انت واحد يجي في ثالثه ثانوي يقول لك يا ريتك دلوقتي انت كنت في ثانيه ثانوي واذاكر منهج ثالثه ثانوي. يا عم سيبك من الكلام ده، ثالثه ثانوي سنه كبيره جدا، معاك وقت كبير جدا، ممكن تخلص فيه عادي والله مفيش اي مشكله. بس انا اللي طالبه منك ان انت ممكن في الاجازه يوم لعب ويوم ابص على شويه كلمات انجليزي، يوم لعب ويوم ابص على اساسيات ضرب طرفين في وسطين وشويه حاجه اساسيات. يومين ثلاثة اروح فيهم المصيف، اظبط نفسي بقى انا داخل ثالثه ثانوي، وارجع كده ابص لي في 10 كلمات انجليزي. اليوم اللي وراه 10 كلمات انجليزي، اليوم اللي وراه 10 كلمات انجليزي، اليوم اللي وراه على ايامي كان في نحو وكنا بنتسال بنحو بطريقه وانتوا دلوقتي بطريقه، شوف الطريقه اللي انتوا بتتسالوا بيها وابص. محتاج مني ان انا اعرف في البلاغه اكتر، ابص يعني ايه الاستعاره المكانيه، يعني ايه يا مستر مش عارف السجع، يعني ايه عاوز افهمه. كل يوم خد مقتطف كده. لكن الاقي واحد في الاجازه يقول لي ده انا خلصت يبقى بفيزياء، سمعت المدرس فلان الفلان، ده انا خلصت يبقى بكيمياء، ده انا مش عارف خلصت. ليه يا حبيبي؟ ليه يا بابا؟ كله ده غلط. هتروح اول ما تبدا عند المدرس وبيديك اول درس وانت مخلص باب، تقعد له كده يا عم سيبك منه ده ما بيعرفش يشرح، وتلاقي نفسك الثقه جايباك وعمال ترفع على ايدك مستر ايوه يقول على الواد ده مقطع السمكه وديلها، وانت اصلا في حاجات واقعه منك. هتلاقي نفسك ممكن تروح عند المدرس تقول لا المدرس ده ما بيعرفش يشرح قوي، ده انا المعلومات اللي عندي احسن منه. هتلاقي نفسك واخد الثقه في نفسك، وده هيوقعك شهر في شهر. هتلاقي نفسك الوقت بيجري، وفي الاخر هتيجي تندم وتقول انا الحته دي واقعه مني، وانا سبت الفيزياء قلت عليها سهله من اول باب. لا، انا عاوزك تمشي مع المدرس بتاعك ستيب باي ستيب عادي، مفيش اي مشكله. لكن الفتره اللي انت فاضي فيها خدها متعه، وضيف عليها شويه حاجات بلاغه، شويه حاجات نحو، شويه حاجات انجليزي، شويه كلمات فرنساوي. بس ده اللي انا طالبه منك، غير كده يبقى انت ماشي في الطريق الغلط. فشد حيلك وربنا يوفقك، ويلا نكمل باقي التلخيص.